رجعت ما بغيت ننزل الفيديو مع الاطفال. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، صحه جيده. يلا نحكيو في هذا الموضوع معكم مع قهيوه على واحد الناس اللي شفتهم تلفوا ما بقاوش عرفوا ما يقولوا على المغرب، ما بقاوش عرفوا ما يقولوا، تلفوا ودائما كنلقاو المشاكل غير مع هادو ملي تنقول لاجئين. ماشي زعما كما ماشي كلشي، راه هاد الناس اللي كتلقاهم دايرين مشاكل كيكونوا راه طالعين البارح، يعني باقين ما سخوناش بلاصتهم لا في اوروبا ولا في اسيا. تيكونوا يلاه جاو للدول الاوروبيه تاع بلاد القانون ولا الاسيويه ولا الامريكيه، تيكون بنادم باقي ملهوف صافي، غير يلاه كيدخل كيشوف مع بنادم جيعان ملهوف، كيشوف هذوك شويه القوانين ودوك شويه المساعدات اللي عنده، كيبدا يدير في المقارنات مع بلادو في المغرب، علاش حنا هنا وعلاش المغرب لا، وعلاش حنا هنا وعلاش المغرب لا. ملي كنشوف بعض الاشكال كيفاش كتحكيو على المغرب، ما خليتو البراني وين يهضر، ما خليتو العدو فين يهضر، ما خليتو العدو فين يهضر. كتهضروا على استثمارات المغرب، نتوما جيتو غير البارح. نخير فيكم اللي باقي تيسعى بالادسانس، كيسعى باليوتيوب باش يلا يشري ابارتمون بالاقتصادي في المغرب. انا متاكده 100%. مخيره فيكم اللي كتنبح كتزبل في المغرب وتزبل في كل شيء في حياه في حاجه في المغرب. كتحكيو غير الحاجات الخايبه على المغرب، بحال غير المغرب اللي فيه الفساد، بحال غير المغرب اللي فيه الخيانه، بحال غير المغرب اللي فيه الظلم. العالم كله فيه الزمر. اللي كاين في المغرب كاين في فرنسا. فرنسا ما فيهاش الفساد، فرنسا ما فيهاش الرشوه، فرنسا ما فيهاش المعامل السريه، فرنسا ما فيهاش العاهرات، فرنسا ما فيهاش المتحولين، فرنسا ما فيهاش فقراء، فرنسا ما فيهاش نصابين. كيف اي بلاد، اي بلاد في العالم ما نقصهاش الفساد وما نقصهاش المشاكل وما نقصهاش الزمر. ودابا بان لك غير لقيتي القضيه ديال السوري اللي ذبح المغربيه في تركيا وغادي تلوم السي الحموشي. واش السي الحموشي، مع احتراماتي ليه واحتراماتي لرجال الامن المغرب كاملين والقوات المسلحه الملكيه، احتراماتي وتقديري ليهم، واش السي الحموشي مدير امن المملكه، عين المملكه المغربيه التي لا تنام؟ ولا غادي نلوموه، الواحد يكون واقعي شويه، ولا غادي نحطوه في المطار قواد؟ اي وحده مشات لتركيا، اي وحده خرجت لفرنسا، اي وحده خرجت من المغرب، كل واحد مسؤول على نفسه. واي واحد كيخرج من اي بلاد مادام تيكون عندك جواز سفر وتاشيره الطياره، الحموشي لا دخل له في هذا. اشنو هذا الكلاخ؟ باش نعرف بنادم مضبع شنو هذا الكلاخ. لا، لازم السي الحموشي يلقى حل. المغربيات اللي كيمشيو لتركيا حقه ما حقه، المغربيه قتلها السوري، غزه فيها، غزه فيها، خانته السيده مزوجه، اش كديري مع الصاحب؟ ذبحها. على المغرب ما فيش الذبيحه؟ يوميا العالم كيتفرج فينا في شوف تيبي، كل يوم في المغرب ذبحها ذبحته. الخيانه. المغربيات راه مشوهين هاد السنوات الاخيره، وزيدون ماشي كلشي المغربيات في تركيا فاسداتها. كاينين بنات تركيا انا كنعرفهم من باريس، كاينين رجال بنات اعمال عندهم الصالونات تما، كيبيعوا يشريو المواد التجميل، كيبيعوا الشعورات، كيجيبوا التواب. بنات كي الرجاله، اجي شوف فيهم في الاسواق واقفات كي الرجاله، دايرين الحوانت في المغرب، دايرين الصالونات في المغرب، مخدمين بنات دربهم، دايرين. نتوما يا بنادم نتوما يلا طالعين البارح، يلا كتجمعوا، الله اعلم، الله يعطيكم الله يزيدكم، يلا كتدخلوا باليوتيوب ولا الله اعلم. راه حنا عارفين الازمه عالميه، غنبقاو حنايا نلوموا المغرب، حنا ديما غنلقاو حاجه نزبلوا على المغرب. كل وحده وكيفاش متربيه وكل وحده كيفاش متخلقه. حتى حنا هنا في فرنسا عندنا حنا اللي كتنظف، عندنا اللي كتخيط، عندنا اللي كتبيع وتشري، عندنا اللي كتصبغ، عندنا بنات بنايات. انا كنخدم البني، خدمت البني مع الرومانيات، البني والجليج. انا كندير الجليج، كنت كنقول لكم كنخدم خدمه الرجال عندي في دراعي. جيت معلمه من المغرب من صغري،
حنا اللي كنا كنصبغوا دارنا، وحنا اللي كنصايبوا القلع في لاكور، وحنا اللي كنضربوا كلشي للريدوات، وحنا خدمنا ونظفت مع الرومانيات الديور اللي مبنيين، وكاينين البنات كيهبلوا بزاف المغربيات الرجوله. لا ما ساختش على الوضعيه ديال اليوتيوب المغربي اللي كيشوهوا في المغرب، اللي عند بالهم باغيين يغيروا الوضعيه في المغرب، ولكن هما تيشوهوا في المغرب. الا بغى يشوف المستثمرين في المغرب اللي قال لك المغرب حقه ما حقه ما عندي ما نستثمر فيه، السيد ما شاريش حتى شقه لولادو، الدار غتلقاه ما شراش لولادو، وتيهضر على الاستثمار في المغرب. زين الدين زيدان وما ادراك ما زين الدين زيدان. ونفرجك الاستثمارات اللي عنده في المغرب مع جمال الدبوز وقاد المالح والجاليه المغربيه. راه غير ولاد معمي راه مشاركين في العقارات مع زين الدين زيدان وخويا الصغير. مغاربه دايرين من شحال هادي، ولاد سباته وبنات سباته، ودايرين عمارات ودايرين مصانع. ها هو جاري بلا ما نقول سميتو، بلا ما نقول جيراني سميتهم. هنايا عندهم جوج شقات في الشقه ديالهم ملك، حد دايرين خير ربي في المحمديه بلا ما نقول الاسم ديالهم، وما عمرهم طلعوا زبلوا في المغرب. الناس اللي دايره المشاريع في المغرب اقسم لك يمينا والتواضع. وها هو ثاني ولد جيرانا، ولد سطات اللي عنده الشركات ديال السيارات وكراء السيارات، واخد طاكسيات الخوتو تمايا، وخوتو مزوجين تما مستقرين تم. على هذوك المشاريع اللي كاينين شكون اللي دايرهم؟ جنون. بلادنا زوينه خاصها غير الفلوس، بلادنا زوينه، والمغرب من زمان فيه الاستثمارات. ها الفنادق عطا الله المشاريع اللي تقدر دير في المغرب زوينين. على حساب حتى دابا كاينه الازمه من قبل كورونا، كاينه ازمه عالميه اقتصاديه ماشي غير في المغرب، ومهما ذلك المغرب غادي مشي حاله. الناس عايشه، اللي عنده واكل اللي ما عندوش واكل. واللي خرج من المغرب مشى لتركيا بغا دير العهر ولا تخيط، شغلها هذاك شغلها. المغربيات راه في تركيا راه داروهم في تركيا، راه باقي عندي الفيديو شحال هادي. المغربيات راه شارين رجاله من المغرب ب5 المليون، 5 المليون باش المغربيات شارين رجاله من المغرب، شاريه راجل في تركيا. كتمشي لتركيا كتلقاه مسطي، الاخرى كتلقاه مجوج، الاخرى كتلقاه شارف، الاخرى كتلقاه في العروبيه. حيت كاع تخيلوا غيمشيو لتركيا غادي يلقاو مهند ولا غيلقاو كمال كوزان. دبر راسهم كل واحد، الله يعفو على كل وحده والله يهدي ما خلق، والله يرزق كل واحد. على قاعد المغربيات اللي بتركيا ودبي كيفسدوا. بنت خالتي انا عندي مهندسه في دبي، هذيك الحاجه حفيظه، اللي عطات 2 المليار، مليار و200 مليون، مليار الحاجه حفيظه سياره بنت سطات. هذيك راه اكبر امراه اعمال كبير الله سبحانه وتعالى. حاجه حفيظه هذيك راه مهندسه معماريه، واكبر امراه اعمال في قطر، في الامارات، في امريكا، في المغرب. وماشي اول مره كتعطي مليار للمغرب. واش منك يا مساجد عندها، واش منك يا عمارات، واش منك يا مشاريع دايره لولاد المغرب وولاد حومتها وساكته عمرها ما تجملت عليهم ولا قالت لهم فين درتو ولا درتو ولا فين هما المدرسات ولا فين هما. مغربيه ثاني اخر المليونير الطنجاوي سمير ولد طنجة صلى على النبي، نسيت سميتو حيت هما بزاف رجال اعمال في امريكا. ولا نتا حيت ما كتعرفوش هاد الناس بزاف عليكم المغاربه راه هما صحاب استثمارات وصحاب مشاريع. والمغربيات الفحلات اللي داو واخا قاوري وسلماتو ودات ليه الملايين من هنايا فتحوا الرياضات، حيت كاين الناس ما عارفينش كيفاش الكوار كيشريو عندنا الاراضي ويشريو عندنا العقارات. حيت ضروري خاصك تكون مزوج مغربيه وتزوجوا دايرين عقارات ودايرين الرياضات في مراكش ودايرين الرياضات، وكنعرفوا عيت ما نقول في اسماء الرياضات ويقول لك راه باغا ديري الاشهار لهذا الرياض ولا لهذا الرياض. مغربيات شلحات الزين وتباتوا وقرايه ودايرين رياض الصلاة على النبي في العروس،
طريق وازان. هذوك البومبا ليسونس اللي كنلقاو في الطرقان تبارك الله الصلاة على النبي. واش منك يا قهاوي، واش منك يا طواجن، واش منك يا خيرات؟ شكون هادوك؟ جنون. هادوك مستثمرين فيهم المغاربه. وانا شخصيا الله يطول بعمري يا ربي، الحلم ديالي وداكشي اللي ناويه، والحلم ديالي واخا يكون فندق غير 3 ايطاج صغير على قد الحال، بغيت حيت عارفه كيفاش غنمشي بحال مع التجارب ديالي هنا في اوروبا في السياحه. ناويه بغيت انا فندق في المغرب، سواء في تطوان ولا في ماشي في كازا. كازا راه غتبقى داري تما مدينتي فين كبرت. المغرب زوين فيه الاستثمار. اخر قاوريه ثاني جارتي المانيه يهوديه ملي كملت هنايا شحال د المشاريع وشحال ملي كبرت مشات ريحت في المغرب واستقرت ودارت الرياض تما. السيده صغارت. انا الكور اللي كنعرف مستثمرين في المغرب وعايشين تما مزوجين مغربيات في اكادير وفي تارودان، ما خصهم حتى كيمشيو على كيصغاروا كيرجعوا لباريس. كنتلاقى معاهم هكا بيديروا شي غرض الوريقات ولا هكا طبيب ولا يشوفوا مسائل ديالهم ديال التقاعد وتيرجع تيقول لك كون عند بالي سي جو سافي شي بارتي لونطون. زعما تيقول لك لو عند بالي لو مشيت زمان المغرب اش كندير وبصح بصح الجو ديالنا زوين في المغرب. كنعقلوا على الفطور على الغداء على العشاء كلشي زوين. المغرب شنو هو اللي عند الشعب؟ واحد الحاجه حيت تبارك الله وصل عن بيرا مهما دالك راه هما راه ما يسغون با كونط. حنا ملي تنمشيو راه بالنسبه ليا حنا راه كلشي عايش، كلشي عايش. الناس فين ما مشيتي كلشي ولا باغي ياكل برا، كلشي باغي يبرك في الريستورات، كلشي باغي يشرب مناضه في الريستورا، كلشي يعني حتى العيالات الكبار الامهات الوليدات. كتمشي لموروكومون كتلقاي كاع الامهات المغربيات والجنانب كلشي باغي ياكل بيتزا برا، كلشي باغي لاكلاص برا، كلشي باغي يعيش اللوكس. فهمت؟ فقط ومر اللي عايش عايش. على انا ما عنديش عائلتي في المغرب ولا شنو؟ خالتي موظفه، مرت مهندس، خالتي قضيه، مرت كوميسير، ولاد خالتي كلشي تيقرا، بنت خالتي عندها شركه بنتهم في المعارف. وانا الا كتب الله بجهد الله يطول بعمري ناويه نعم ولا ديك العماره ديالي ديال بوسيجون نرجعها فندق بالفرحات عليا انا ندير استثمر في بلادي وكلنا الرجوع الى بلدنا. واصلا ملي غنموتوا راه غادي يرجعونا في الصندوق لبلادنا ونخدموا وناكلوا ونوكلوا كيف ما عاملين كاع المغاربه ولاد عمي وبنات عمي وخالاتي وبنات دربنا في سباته اللي في كندا اللي في امريكا والدكاتره اللي عاملين المعامل وعاملين الوزينات في الاناره. داروا مستثمرين، الناس الواعيين الناس العاقلين. وما البنادم اللي ما قادر على حتى حاجه راه كيبقى ينبح. حموشي غيقابل الارهابيين ويقابل الاجرام اللي في البلاد، ولا غادي يبقى قابل العاهرات اللي فيها الدوده غيبقى يتبع الخانزات اللي خرج من المغرب الخلا والجلالمه والشطابه. لا الحموشي كان يولد فيهم، كان يولد فيهم. كل واحد يدبر جواه. ما قادر المش ما كيوصلش للحم تيقول خانز. لا ناري وكيعجبوني اللي متابعينهم مكلخين بحالو. ناري المغرب انا ما نزلش وبحالكم بلا ما تمشيو المغرب اللي باركين كتشوفوا في المغرب لاقصى درجه وليتو اكثر من المرتزقه، اكثر من البوليخاريو. العام كامل وانتم تزبلوا في المغرب. الحموشي ما يسواش، هذا ما يسواش، هذاك ما يسواش. الحمد لله اللي طبقوا لكم قانون جديد اللي يسب شي واحد ولا يهين شي واحد يمشي للحبس. قال لك لا ظلموه، لا ما ظلموا حتى واحد. القانون ديالنا ما كيظلمش. دابا اختاروا هاد الاشكال، اختاروا القانون ديالنا كيظلم ما كيظلمش. الدنيا باطمه تحكمت، لا خصها تحكم لا ما تحكمتش، لا علاش هذاك تحكم. ايوا اختاروا. كون كان عندنا قانون ما يحكموش دنيا باطمه. غايقول لك علاش هي ما دخلتش هذاك دخل، حتى هو كون عطى الغرامه ماليه قدها ما يدخلش ثانينا. وهذاك بلا ما تبقاو تكذبوا على الشعوب واسمو الخضر، بلا ما تبقاو تكذبوا على الناس. حكا ما حكا راه في الحبس بسبب 20 بركه من الكذوب. راه عنده اكثر من 14 شكايه اكثر منك التانيت.
عنده اكثر من 14 شكايه الخضر. وانا كنصح الزوجه ديال الخضر، سيري لالا سيري، يبقاو يعيطوا لك يقول لك قولي طلعي قولي ولا طلعي قولي ولا اجي قولي، كيقولوا فيك راه غادي تزيد العقوبه لراجلك. هي بنفسها ما عارفاش شحال من شكايه عند راجلها، هي بنفسها اللي كيطعن في الناس وكيضرب في الشخصيات وكيضرب في الناس وكيتهم في الناس بمسائل بدون دليل. ولو يكون عندك الدليل انه فلان وفلان فاسد وفلان فاعل وفلان تارك وفلانه نصابه وفلانه نصابه، فين كتعرف فلانه؟ واحد فلانه راه كلكم نسيتوها، غنخليها تطلع لكم هي ملي يكملوا الشكايات كاملين. فلانه نصابه، فلانه فاعله، فلانه تاركه، فلانه. شكون هو؟ من انتم تحكموا على الناس وما حاضرينش مع الناس وتتهموا الناس بالنصب وتسبوا في الناس وتقلبوا لهم وتشقلبوا لهم اسمائهم؟ نو نو نو، ما تكذبوش على الناس. ليس فقط شكايه ديال الناقب بوعشرين ضد الخضر، عنده اكثر من 14 شكايه من 14 شخصيه، وبزاف. اللي باغي يدير شي صينيه على شي واحد يمشي يديرها. نتوما ما كاينش اللي يقول لكم راكم نصابين. حكا اجيو نجمعوا الفلوس غنديروا محامي لفلان، هو سيرو درتوها لمول كاسكيطه ولا بلا حدود. زبلوا في المغرب، زبلوا في عباد الله، زبلوا تخبيتوا وراء الشاشات وراء التليفونات وبركتوها كبالك المغربات. حشموش قضيه بين النيابه العامه والقانون. عارف شنو كيدير القانون؟ راه ما كيظلم حتى واحد في المغرب. الحمد لله راه عندنا قانون زوين، بلادنا زوينه. الله يبعد علينا غير العديان وهاد الاشكال اللي كتبغي تمرضك على المغرب. مغربنا زوين. خيراتو طبيعتو حوانتو ماكلتو سوقاتو خيراتو. انا كل يوم باغا نهبل باغا نكون غير واخا نبقى في الدار البيضاء غير سيمانه في داري. توحش السوق، توحش الشريفه، توحش قيصريه، توحش دربنا حدا حمام الفن. واخا تبدل دربنا، واخا انا ديما كل عام كنمشي هذه 3 سنين ما مشيت للمغرب. توحشنا المغرب. الله يرفع الوباء ويطول بعمر، الله يجيب رزق الواحد يشجع المغرب ويشجع بلادو. حتى كانت بلادو فيها شي مفسدين يشجع ماشي يزيد، ونعلموا به امام العالم. كنت انا ما نرضاش امام العالم بينوا العالم حنا واش اما غاديين صحاب ولادي. نرجع سير الله يصب كل واحد، الله يجيب رزق. اما غاديين الله يجيب رزق لبلادنا، الله يجيب لينا باش نديو لبلادنا وما كرهناش لبلادنا. الله يحفظ لنا ملكنا، الله يحفظ ملكنا ويحفظ سي الحموشي ورجال الامن ديالو. الله يقويهم بشويه بشويه. تو فالي بور لو ميو ابري. بركه من هضره الخاويه ولا هضره زعما ظلموا ما ظلموا. القانون ما كيظلم حد. هضره وسختو بالمغرب اكثر من بولي خاريو. نتوما استثمارات بزاف عليك. الاستثمار اللي قادين به راه دايرينو الناس، دايرين العجب متعجب وساكتين. حرنا مع الجيعانين، مخير فيهم دير دار سكن اقتصادي. سير ترزقوا، بعدوا من المغرب شويه. المغرب راه عطا الله الحاجات الزوينه نحكيوها في المغرب، ما راه حتى بلاد ما ناقصها الزبل.